عايز يروح لمراكب خوفو بقى بيخرج من هنا كده. مبنى تم اضافته على المبنى الاساسي للمتحف، هو ما كانش في المخطط الرئيسي بتاع المتحف. مركب الملك خوفو اللي كانت موجوده في مبنى مؤقت في الجهه الجنوبيه من الهرم الكبير، تم نقلها برضو بروبوت سرعته ابطأ من النمله تقريبا من جنب الهرم الكبير لداخل المبنى ده. ده كان من المباني اللي اضيفت بعد التصميم الرئيسي للمتحف. داخل المبنى كمان شويه هنشوف المركب اللي هي بتتسمى بالخطأ مركب الشمس، ولكن احنا خلينا نقول ان هي مركب خوفو، والمركب الثانيه اللي اتلقت سنه 2002 وما زالت تحت الترميم، وهنشوف اجزاء منها اترممت دلوقتي، وربنا يسهل يبقى في بعض المرممين موجودين. الحديقه ديت وراك هنا في نبات البردي جنب التمثال اهو، وده رمز مصر السفلى ورمز مصر العليا زهره اللوتس. وانت من المحاذيز علشان نلاقي الورد ده طالع بره كده، فمعظم الوقت بيبقى دبلان ومستخبي تحت الميه. ده اللي بيقف عليه الضفادع في افلام الكرتون؟ ده المفروض. لا احنا بنتكلم في زهره اللوتس، دي من الزهرات المقدسه عند المصري القديم، لان هي زهره بطبيعتها بتبقى قافله ومستخبيه تحت سطح الميه، ولما الشمس بتطلع هي بتطلع من تحت الميه وبتفتح، فارتباط الزهره بالشمس خلالها مدلول ديني عند المصري القديم. بعد كده عندنا نقعد 10 تماثيل للإلهة سخمت اللي هي اللبؤة، ودي كانت من أهم المعبودات في مصر القديمة. ايه رأيك في اللي هو بيخافوا من سخمت وبيقولوا لعنة الفراعنة وسخمت ومش أي حد يقدر وكلام من ده؟ هل أصلا في حاجة اسمها لعنة الفراعنة؟ هكلمك عن لعنة الفراعنة والسبب الرئيسي اللي تسبب في البروباجندا بتاعت لعنة الفراعنة دي لما تطلع عند الملك توت. هي كلها بوليتكس او سياسه، والسياسه مفيش اكثر من ألاعبها او عموما التجاره يعني. طيب الممر اللي احنا نازلين فيه دوت هو يمثل شكل الحفر اللي موجوده جنب الهرم اللي اتلقى فيها المراكب بتاعه الملك خوفو. هنلاقي هنا هو فوقينا في بعض القطع الحجريه الاصليه اللي كانت موجوده إغلاق تلك الحفر، وما زال عليها بعض الجرافيتي اللي هو لترميز وترقيم الأحجار بجوار بعضها. هل ده جرافيتي؟ جرافيتي أيوه، بس بيرجع لزمن بنى الأهرامات. ليه حاسس الخط مختلف أو الكتابات مختلفة عن اللي احنا تعودنا نشوفها مثلا؟ هنتكلم عن اللغة المصرية القديمة وطرق الكتابة بتاعتها واختلافاتها. تمام. بس أنا اللي عايز أتكلم فيه النهاردة إن احنا مثلا بنتكلم في مركب مصنوعة من الخشب. الخشب ممكن يعيش كام سنة؟ 100 200 500 1000، اقدر احافظ على الخشب كام الف سنه. لكن لما نلاقي خشب مصنوع، مركب خشبيه مصنوعه من 2800 سنه قبل الميلاد تقريبا، واحنا دلوقتي 2000 سنه بعد الميلاد، يعني خشب عمره 4000 واكثر من السنين، انه المصري يحتفظ بيه مجفف ويقدر يحافظ على الخشب من غير ما يتحلل، دي اسطوره من الاساطير. يعني لو بنى الاهرامات كان اسطوره، الحفاظ على المراكب دي كان اسطوره تانية. احنا دلوقتي هنخش نشوف اكبر اثر عضوي موجود على مستوى العالم، اقدم واكبر اثر عضوي موجود على مستوى العالم. هو موج البحر ده شكلها عامل ازاي؟ بص بقى ما تتخضش، ادي مركب من الخشب عمرها يتعدى ال 4000 سنه. وللمفارقه المركب دي ما فيهاش مسمار واحد. ازاي قدروا يعملوا كده؟ هو ده بقى السر اللي اكتشفناه لما اكتشفنا المراكب دي، والاكبر من ده كمان ان الوحيد اللي قدر يجمعها نجار بسيط مصري. هل في معلومة قدر يجمعها من حوالي كام سنة مثلا؟ 1964. النجار اسمه الحاج احمد يوسف، ودي صورته هناك اهو. هو الوحيد اللي قدر يتخيل الطريقه اللي نجمع بيها، لان المركب لما اتلقت زي الصوره كده، قطع خشبيه طوليه مليانه بالفراغات وحبال مصنوعه من الكتان، وادي الحبال الحقيقيه اللي كانت موجوده داخل الحفره اللي اتلقت في الجهه الجنوبيه من الهرم. ادي عندك صور الاكتشافات. وبعدين هو بعد الترميم للاخشاب اللي القطع الخشبيه اللي لقوها، هو الوحيد اللي قدر ان هو يتخيل ازاي ممكن يجمع القطع الخشبيه دي كلها مع بعض
باستخدام الحبال وما يبقاش فيها اي نوع من انواع المسامير. هنا عندنا شكل القاعه اللي كان بيتعرض فيها المركب قبل النقل، ده شكل المركب داخلها، وهو شكل الروبوت اللي تم تصميمه علشان يتم نقل المركب بيه من. ممكن نظرة على الحبال كده؟ نرجع للحبال اوكي بعد كده. اوكي. اللي عايز اوريه لك ان هو دي المركب الثانيه اللي اتلقت سنه 2002. لو من الصوره اللي هو هم كام مركب؟ المفروض يبقوا 5، لقينا 3 حفر فاضيه ولقينا واحده اللي هي تم تجميعها اللي احنا بنشوفها دلوقتي اتجمعت سنه 64، ودي اتلقت سنه 2002. بس اللي اتلقت سنه 2002 حاله الاخشاب بتاعتها في حاله مزريه جدا وحاله بائسه جدا، عشان كده هي موجوده دلوقتي داخل المعامل الترميم بتاعه المتحف المصري الكبير اللي تعتبر من افضل معامل الترميم اللي موجوده في العالم. تمام؟ قبل ما نروح عن الحبال خلينا كده نشوف الحبال علشان فيها برضو تركه من التركات. هتلاقي فيها من ضمن الحبال اللي اتلقت العقد دي. فكره ان احنا نلاقي حبل فيه عقده بطرفين دي حاجه بسيطه، لكن البحاره والنجارين هم اللي بيبقوا عندهم خلفيه عن تكوين العقد ثلاثيه النهايه والرباعيه. يعني هنلاقي عندنا ادي 1 2 3 4 نهايات للعقده اللي موجوده هنا، دي ثلاثيه خلاص، دي ثنائيه. ايوه. فدي اللي عملت انسبيريشن للحاج احمد يوسف وهو بيعمل الحبال دي من الكتان. دي الحبال الكتان الاصليه. تمام. واتعمل حبال كتان جديده علشان. وايه الكاميرات ديت وكده؟ دي الادوات اللي كانت بتستخدم في التصوير اثناء الاكتشاف. اوكي. بص دي ده جزء من مقطع عرضي في القارب هنا اهوت. هتلاقي ايه؟ هو استخدم الحبال كانه بيخيط الخشب. وده السر اللي هو ما عملش اللي اكتشفه. ايوه ده اللي اكتشفه الحاج احمد يوسف، اللي بناء عليه عرفوا ازاي يربطوا كل القطع الخشبيه ببعضها. الخشب دوت كله الخشب الاصلي، الخشب طبعا مع حتى لو قعد الاف السنين برضو مهما كان في اجزاء منه بتتحلل. الاجزاء اللي تحللت هتبقى واضحه بالنسبه لنا واحنا بنبص على المركب ان لونها هيبقى اللون الفاتح عن بقيه المركب. يعني المجدف الاولاني دوت الطرف بتاعه فيه جزء خشبي لونه فاتح. المجدفين اللي موجودين للدفه ورا اللي موجود على الشمال ده بالكامل الجديد، والقديم هنشوفه على سطح المركب لما نطلع فوق. يلا بينا نطلع فوق. يلا بينا. يلا. وده الماكت اللي صنعه الحاج احمد يوسف علشان يثبت للاثريين وعلماء الاثار ان هو قادر على تجميع المركب مره ثانيه. صنع كل قطعه خشبيه في المركب او في الماكت ده بالظبط بنفس اشكال القطع الخشبيه اللي لقوها في الحفره، علشان يقدر يثبت ان هو قادر على ان هو يجمع المركب مره ثانيه. دلوقتي هنطلع في الاسانسير نشوف المركب من فوق. قبل ما نطلع احنا عايزين الناس تستمتع بشكل الكراسي. الكراسي الخشب. يعني انا اول مره اشوف حاجه زي كده، بس هي شكلها فخم قوي يعني جميل. تصميم القاعه بالكامل هيبقى اوضح من فوق. تمام. ان هو حتى الكراسي الخشب واخده شكل الشعب المرجانيه اللي في قاع البحر. سقف المتحف زي ما احنا شفنا كده عامل زي موج البحر. السلاسل اللي معموله علشان يتواءم شكلها الكامل، شكل القاعات الكامل مع وجود المراكب. احنا قدام ايه دلوقتي يا يوسف؟ انت سالتني الاول سؤال قبل ما نطلع هنا، بتقول لي هو ايه نوع الخشب وهي دي المراكب الوحيده اللي موجوده في مصر القديمه. لا، مصر القديم او الفراعنه خلينا نسميهم مصر القديم استعمل خامات كتيره لتصنيع المراكب. الاسهل والارخص والاكثر انتشارا هي ورق البردي اللي كان بيتصنع منها مراكب الصيد، لكن المراكب التجاريه كانت بتتصنع من اخشاب شجريه كبيره، واشهرها كان شجر الارز، السيدر تري، اللي هو دلوقتي اللي احنا بنشوفها اللي هي على علم لبنان. بس كان مصادر خشب الارز او السيدر تري بالنسبه لمصر القديم كان من بلاد بونت او من بره مصر، ما كانش بينمو في مصر. بيقدر منه يطلع الالواح الخشبيه الطويله اللي احنا شايفينها هنا. المركب دي مركب جنائزيه لم تستخدم في الحياه العاديه، هو تم دفنها علشان الملك يستخدمها في العالم الاخر كي يعبر من الغرب الى الشرق في الظلام. وكان السبب الرئيسي ان هو يعملها بالشكل دوت علشان هو كان يتمنى ان الشمس الوحيده اللي قدرت ان هي تعبر كل ليله خلال تلك الرحله بتاعت العالم الاخر ان هي تنضم ليه في رحلته وتديله الجايدنس او المشوره او
تبقى دليله على العبور السالم الآمن خلال ظلمة العالم الآخر. عشان كده هو معمول لها المقصورة الداخلية دي اللي هي بتحمل الملك والشمس علشان تساعده في العبور بسلام. هنلاقي عندنا نواة المركب فيها 10 مجاديف للتجديف ولتحريك المركب، وفي مجدفين في الاخر دول للاتجاهات. رئيس المركب بيبقى واقف قدام وهو بيقدر ان هو يوجه جميع الطقم العامل معاه. هنلاقي على سطح المركب هنا بعض الاوتاد الخشبيه والعصايه الطويله ديت، حتى الناس اللي بتعمل سيل بيقولوا عليها المدرايه اللي بيزق بيها نهايه النهر علشان يبتدي يوجه المركب داخل النهر. وفي عندنا المجداف واحد من المجاديف اللي طبعا اتأثر بعوامل التعرية، وبص الخشب بتاعه بقى عامل ازاي. فهنا نقدر نتخيل ان لو الخشب دوت ما قامش القدماء المصريين بالحفاظ عليه بشكل سليم كان هيتقوس ويطقطق ويتحلل بشكل كامل. وده اللي حصل لمجداف واحد من جوه المركب بالكامل. المجداف دوت تم تغييره بمجداف جديد اللي احنا شايفينه ورا. علشان نقدر نتخيل قد ايه الخشب ده قديم وبيحصل له ايه، هنروح على المركب اللي اتلقت سنة 2002. اكيد هي مش الاطار المعدني اللي احنا شايفينه ده، لا ده هو فتافيت الخشب اللي المرممين تحت دول بيلمموها مع بعض تاني. قطع خشبيه اتفتفتت وابتدت تتحط مع بعض ونلصمها، بس مش هنقدر نربطها زي الحجر زي المركب الكبير ده. وبناء عليه تم تصميم الهيكل المعدني دوت، وهنلاقيه مرقم بالكامل. وبيتم ترميم المركب ده لايف على الهواء قدامنا، وهيفضل الوضع ده على مدار 3 سنين. كل يوم او كل شهر بيتضاف قطعه للشكل المعدني زي ما احنا شايفين من تحت هناك كده. بعد 3 سنين مش قبل 3 سنين هيبدا الشكل النهائي للمركب يظهر قدامنا زي ما حصل التخيلات اللي عملوها بالاي اي. لكن ده طبعا ما حصلش مع المركب ده. لا طبعا، لان الكواليتي بتاعت الخشب ان هو زي ما احنا شايفين كانه مصنوع امبارح يعني. يعني انا بشوف مراكب حديثه من ما كملتش 20 سنه وحالها اسوأ من كده بكتير قوي. بالظبط، وده اللي احنا بنتكلم فيه. هنلاقي عندك هنا بقى شوف الربطات اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي اتلقت بشكل اثري، واللي كانت دليل للمرممين والشيخ احمد يوسف ان هم يتعلموا منها ازاي استعمالوا الربطات دي علشان ربط الالواح الخشبيه مع بعضها، وفي الاخر ربط المجاديف في الهيكل بتاع المركب. طبعا كان من الشيء الاساسي اللي هو عمل له إيحاء ان هو يقدر يوصل للشكل دوت المناظر اللي بتتشاف في المعابد وفي المقابر، هي اللي خلتهم في الاخر يقدروا يتصوروا الشكل النهائي للمركب وازاي يتربط كله ويتجمع على بعضه. فكره ان انت النهارده لما بتجمع بازل من 100 ولا 120 قطعه بتاخد كام سنه؟ المركب دي خدت 10 سنين علشان يتم تجميعها وتركيبها مع بعضها مره واحده. يوسف انت تحت قلت لنا ان المركب ده ما اتحط فيه ولا مسمار. ولا مسمار. هل المركب ده بس اللي اتعمل كده، ولا هي دي طريقه المراكب عموما ايام القدماء المصريين؟ كان هو دي كانت الطريقه؟ ايوه، هو لما كان بيصنع المراكب بتاعت الصيد ومراكب البحار في النيل العاديه اللي هي مش تجاريه كانت بتتعمل من النبات البردي. احنا شفنا نبات البردي بره دلوقتي واحنا داخلين، اللي هو السقال الرفيعه الطويله دي بيتم عصرها من العصارات بتاعتها وربطها مع بعض بحبال من الكتان، ولما بتتحط في الميه بتطفو. فهو ما عندوش مبدأ استخدام الحديد مع الخشب في تصنيع مراكب. حتى المراكب التجاريه بيستعمل الحبال، الكثافات اقل، اوزان اقل، وبتحافظ على طفو المركب على سطح الميه.